ازيكم عاملين ايه؟ نورتوني شرفتوني معاكم ياسمين. النهارده بقى جايه اقول لك روتين كامل لكل انواع البشره. لو انت مبتدئه لسه في السكين كير ومش عارفه تجيبي ايه ومحتاره بين منتجات كتير، انا النهارده هقول لك روتين كامل لكل نوع بشره تمشي عليه فتره لغايه ما تتعودي على بشرتك وتعرفي بشرتك، وبعد كده انت بنفسك هتشتري الاحسن والاحسن والاحسن ويكون عندك خلفيه وكمان هتتفرجي عليا، فهقول لك الحاجات الحديثه طول الوقت هتروحي تشتريها وهكذا. النهارده اول حاجه هنبتدي بيها ازاي تعرفي نوع بشرتك لو انت لسه مبتدئه. اول حاجه تغسلي وشك ايا كان الغسول ايه، اغسلي وشك، اقعدي ساعه كده ما تحطيش حاجه على وشك، تجيبي منديل، المنديل ده تفتحيه كده، هو 3 طبقات او طبقتين ايا كان، تاخدي ارق طبقه بعد كده تحطيها في الاماكن بتاعت وشك كلها، تحطيه على وشك كله كده بعد ما وشك ينشف، تحطيه على وشك كله كده، طلع لك بقعه زيت هنا، طلع لك بقعه زيت هنا في المنديل هنا كده، او الحتت دي ما فيهاش اي حاجه، تعرفي ان بشرتك مختلطه. المنديل كله فيه زي بقعه زيت كده خفيفه، تعرفي ان بشرتك دهنيه. تمام، المنديل ما حصلوش اي حاجه، انت بشرتك عاديه كده. تمام، خلاص كده عرفنا انواع البشره. البشره الدهنيه بيبان في المسام بتاعتها، وكمان البشره المختلطه هتلاقي كم مسام كده ظاهره كده، غير طبعا لو انت عندك حبوب ولعبه فيها دي موضوع تاني، بس هتلاقي المسام كده ايه ظاهره في البشره الدهنيه. طبعا الغسول انا اتكلمت على جميع انواع الغسولات واقل من 100 جنيه كمان وبيجيبوا نتيجه وحلوين جدا وجمال جدا. هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، خلصوا الفيديو وروحوا اتفرجوا عليهم عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو. هقول لكم المكونات على طول، كمان الكريمات انا اتكلمت عليها هتلاقيها تحت في صندوق الوصف، لازم تروحي تتفرجي عليها وتختاري نوع كريم ما بينهم وتبدلي كريم كل ما يخلص، لازم تبدلوا نوع كريم تاني، ما تستمروش على حاجه على طول. واول روتين هنبتدي بيه هو البشره الدهنيه، دي من اقوى البشرات اللي مش هتعجز بسرعه وهتبقى بشرتها حلوه طول الوقت، عشان طبعا الدهون اللي فيها بتساعدها على الترطيب، غير انها طبعا عكس كده تماما بتعاني من مشاكل كتير قوي بسبب الصيف والحبوب والتراب. يعني هي بشره متدمره في الصيف حرفيا، هي بشره صعبه جدا. الدهنيه والمختلطه مع بعض دول اصعب بشرات. انا هتكلم على الروتين بتاع البشره الدهنيه والمختلطه، يقدروا يستعملوهم عادي، لان موضوع المسام والحبوب في البشره المختلطه والدهنيه صعب جدا جدا، ولازم نتحكم في الزيوت. غير التحكم في الزيوت لازم نرطب برضو البشره مهما كان بشرتك مختلطه او دهنيه. دايما اول خطوه هي اهم خطوه، يعني لازم تستعملي الغسول الصح اللي ينفع بشرتك بالظبط، ما تستعمليش اي غسول وخلاص تكون عليه ترند. تاني حاجه نخش على السيرم. اول حاجه نصحى من النوم كده الصبح لازم نستعمل فيتامين سي. جربت جميع انواع فيتامين سي اللي في الدنيا كلها حرفيا، ما لقيتش غير الاثنين دول اللي جابوا معايا نتيجه، هو طبعا اوز فيتامين سي 20% وفيشي، واللي ماشي عليه دلوقتي هو فيشي. انا صريحه جدا بصراحه، دول اكتر حاجه جابوا معايا نتيجه. وطبعا المصري ستارفل ده بس هيجيب معاكي نتيجه بعد تالت او رابع عبوه، ما تبقيش واثقه قوي انت هتاخدي نتيجه على طول. اللي بيجيب معايا نتيجه على طول عشان انا بصراحه بحب النتيجه السريعه، وبحب يبقى شكله حلو ومظبوط، وما بحبش اطول كتير، يعني بحب لما ادفع فلوس في الحاجه اخد مقابل على طول. فانت انا قلت لك بالنسبه لي الفيتامين سي اللي شايفاه حلو هو ستارفل المصري واوز او فيشي، انت تختاري ما بينهم وتجربي ما بينهم، بس لازم فيتامين سي ايا كان نوع بشرتك ايه. البشره الدهنيه مشكلتها كبيره قوي. بعد ما بنستعمل طبعا فيتامين سي زي ما احنا قلنا بنستعمل الناسراميد. ايفا عامله سيرم ناسراميد رهيب بيجيب نتيجه بسرعه جدا، زائد الصابونه بتاعه السلاسليك اسيد دي انا بستعملها للظروف الطارئه قوي. بس انت لو بشرتك دهنيه جامد قوي وكمان بشرتك مختلطه بس لسه مبتدئه، انصحك يعني تبتدي بالصابونه، سيبك من السيرم خالص وملكيش دعوه بالسيرم، ابتدي بس بالصابونه. وانت بشرتك يعني مختلطه خفيف وحاسه ان بشرتك دهنيه خفيف كده مش جامد قوي، ابتدي بس بالصابونه بتاعه سلاسليك اسيد دي سعرها 15 جنيه. حسيتي ان وشك لسه دهني وبيطلع حبوب، استعملي الناسراميد لو انت مبتدئه، بس ما تستعملوش دايركت على طول لو انت مش مبتدئه في اي حاجه، تستعملي خطوه خطوه. انا ابتديت كده، ابتديت بالصابونه السلاسليك اسيد، حسيت ان بيطلع لي لسه حبوب صغننه ومش عارفه ايه، خدت على طول ايفا الناسراميد. طب انت بشرتك دهنيه قوي قوي، لازم الناسراميد، لازم هيعملوا على تنظيم افرازات الدهنيه وتحسين ملمس البشره. الدهون الزياده اللي بتطلع في البشره دي بتطلع سببها ايه؟ سببها انت بتقشريش البشره، ما بتهتميش ببشرتك، عشان كده بيطلع حبوب. لما تستعملي صابونه السلاسليك اسيد دي بتعمل تقشير خفيف للبشره وكمان بتحسن ملمس البشره، فدي حاجه كويسه جدا. زائد الناسراميد بيعمل تنظيم في افرازات الدهون وبيعمل لها انقباض. نيجي بقى لروتين الليل. روتين الليل طبعا بنغسل وشنا بالغسول بتاع بشرتنا الدهنيه او المختلطه، طبعا لازم نغسل وشنا غسول كويس قوي، ما نقعد بيه اقل حاجه دقيقه، لان ده ليل لازم نغسل وشنا، نقعد دقيقه نغسل وشنا كويس قوي قوي، ونبتدي نحط السيرم على وشنا اللي هننام بيهم بقى، مش بكتر السيرم مش بكتر اي حاجه،
حاجه. بصوا هقول لكم الاخر والاساسي اللي بعد ما صرفت فلوس كتير قوي طلعوا في الاخر نوعين سيرم وخلاص. اول حاجه لو كان بشرتك دهنيه مختلطه ايا كان نوع بشرتك لازم هيالورونيك اسيد بالليل مع الريتينول. ليه بقى الهيالورونيك اسيد مع الريتينول؟ الريتينول بينشف البشره شويه لانه بيعمل على تقشيرها، وكمان زي ما بيقولوا بيجدد الكولاجين. الكولاجين لما يتجدد او الخلايا بتاعتنا تتجدد بيحصل نشفان في البشره. فانت حتى لو استعملتيه ولقيتي بشرتك ناشفه كده انت محتاجه ترطيب. هيالورونيك اسيد كريم الريتينول بتحبسي الرطوبه في بشرتك، وبعد كده بتحطي الريتينول بيبقى خفيف على البشره، ما يعملكيش التهابات، ما يعملكيش اي تحسس لو انت بادئه في الريتينول. فده مهم جدا تعملي حركه الساندوتش بس بالسيرم مش كريم، وبعد كده تحطي كريم وكريم بعد كده تحطي كريم. البشره الدهنيه والمختلطه مش هتستحمل كتر الكريمات في الحر ده. مش اي كلام على النت تصدقوه خلاص، لازم لازم لازم. بصوا انا جربت كل ده بنفسي، فانا بقول لكم نتيجه خبره 10 سنين، مش قليل الموضوع، مش قليل يعني. فلازم هيالورونيك اسيد مع سيرم الريتينول مهم جدا جدا جدا. البشره الدهنيه والمختلطه قعدتي مثلا فتره 3 4 شهور خلاص خدتي على الريتينول، خدتي كله تمام، نخش بقى سيرم الريتينول. السيرم هو الكريم مفيش كلام، بس ليه بنقول سيرم؟ السيرم امتصاصه اسرع في البشره، امتصاصه احسن في البشره، بيدي نتيجه اسرع بكتير من الكريم. بس انت عشان مبتدئه فلازم نبتدي بالكريم واحده واحده، شهرين 3 بعد كده ندخل السيرم معانا. على فكره الحاجات دي كلها بتحطيها تحت عينك عادي، مش لازم تجيبي كريم عين في الاول. لو انت بقى عايزه كريم عين ليل وكريم عين نهار انصحك بلاش، يعني كفايه كريم المرطب اللي انت هتستعمليه لبشرتك استعملي تحت عينك عادي، مفيش اي مشاكل. على فكره انا كنت بعمل كده لغايه واحده واحده الدنيا يعني اتدرجت معايا وبدات اجيب. لو عايزه كريم عين عندك كريم عين بتاع انفينيتي ده بالهيالورونيك اسيد تستعمليه الصبح، وكريم العين بتاع بالليل هو بالريتينول اللي تحت العين بالليل. انا بستعمل واحد الصبح وواحد بالليل. انت عايزه تجيبي كريم عين من دلوقتي انا انصحك بلاش، لانك لسه مبتدئه. لو دخلتي كله مره واحده هتتعقدي، هستعمل ده واستعمل ده واستعمل. لما تلاقي نتيجه من الكريمات اللي استعملتيها هتبتدي تخشي في اللي بعده واللي بعده واللي بعده. البشره الجافه، البشره الجافه دي برضو يا عيني بتصعب عليا جدا جدا. قشور الميك اب ما بيثبتش فيها، شكلها صعب جدا جدا، اي حاجه بتحطها على وشها بتقعد تهرش كده. لازم تستعملي منتجات صح ليها. فاول حاجه طبعا الغسول، وطبعا هنبتدي بيها هو الغسول. تشتري غسول للبشره الجافه، وانا اتكلمت على جميع انواع الغسول، تلاقيهم تحت في صندوق الوصف عشان ايه يعني لو ما سمعتيش في الاول تسمعي تاني. هسيب لك اللينك تحت في صندوق الوصف تروحي تتفرجي عليه. صباح الخير كده. نستعمل طبعا السيرم بتاع فيتامين سي، ده مهم قوي مهم قوي. ايا كان نوع بشرتك لازم فيتامين سي. تغسلي وشك بالغسول تحطي فيتامين سي، وبعد كده بعد ما بتخلصي تستعمل الهيالورونيك اسيد. ايا كان النوع اللي هي عايزاه من دول احسن نوعين بيرطبوا الوش كويس جدا جدا. تقدري تستعملي كريم العين بتاع الهيالورونيك اسيد، ده بيرطب تحت العين كويس قوي قوي، لان البشره الجافه بتبقى عليها مشدوده وتحت عينيها في خطوط كتير، فلازم ترطيب قوي جدا. طبعا بقى الروتين الليل زي ما قلنا كده الهيالورونيك اسيد بالذات الروتين الليل للبشره الجافه، وده بالذات مهم جدا جدا جدا. اول حاجه لازم تستعمل هيالورونيك اسيد، تغسل وشها بالغسول وتستعمل الهيالورونيك اسيد وتستعمل السيرم. هي مهم جدا تستعمل السيرم بالذات البشره الجافه، لانه في زي ما بيقولوا البي 3 وفيتامين اي ومجموعه من الفيتامينات غير البنسينول تساعد على ترطيب بشرتها اكتر. زائد الكريم بتاع الريتينول ده ترطيبه مهم جدا جدا جدا. انا مش عارفه استغنى عنه لغايه دلوقتي والله. يعني انا عندي كريم جلامي لاب، انا بموت على جلامي لاب وبحبه جدا جدا جدا. ان شاء الله بس تمشوا 3 4 5 شهور كده في تعودوا على الروتين، لان الروتين مش اسبوع وخلاص، الروتين ده عمر كله، يعني لازم تمشي عليه وتغيريه كل فتره. فعلى طول على طول تلاقي نفسك دخلتي في جلامي لاب ودخلتي في لاروش بوزي ودخلتي هنا ودخلتي هنا ودخلتي هنا. بس انا بقول لكم الحاجات الصح، ان بعد تجربه كتير قوي انا تعبت وصرفت فلوس، وفي الاخر دول اللي بيجيبوا النتيجه في الاخر. انا هقول لكم بقى دلوقتي حاجات اساسيه لكل نوع بشره، ده اساسي ده اساسي لا غنى عنه. يعني اول حاجه لو انت بقى عندك انتفاخات وعندك هالات تحت العين، ده اوردينري بالكافيين. انا هحط قصاد الكاميرا بالظبط عشان تشوفوه. ده اوردينري بالكافيين، ده حلو قوي قوي قوي، بيضيع الانتفاخات تحت، تبقي فايقه مش تبقى وارمه ومغمضه، والجو ده هو ده اللي هيحسن الموضوع ده. تاني حاجه لازم نقشر كل اسبوع، لازم ايا كان المقشر ايه لازم تقشري وشك وبعدي عن السكراب. ما تحطيش حاجه خرز على وشك، انت كده بتحفري وشك وبتوسعي خروم وشك وبتطلعي حبوب وبتبوظي السكان بتاعتك. لازم نقشر احماض الفواكه، ده حلو قوي 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 قوي، هو اللي جايب النتيجه
النتيجه دي، والله هو اللي جايب النتيجه. انا مستمره عليه بقالي اكتر من 4 سنين، 4 سنين بستعمله ومش قادره ابعد عنه. عندك كلف في وشك، عندك بقع في وشك، عندك خطوط في وشك، بصي عندك اثار حبوب ما راحتش من سنين، عندك ايا كان، عندك رقبتك غامقه، وشك غامق، بصي ده هيرجع البشره بتاعتك زي ما كانت واحسن. جربيه، هيفرق معاكي جدا جدا جدا، والنتيجه بتبان من اول شهر. يعني مش اول مره تحطيها تبين النتيجه، لا من اول شهر هتبين النتيجه، وهتلاقي وشك كده فيه نضاره ومنور والجو ده كله. تاني حاجه انا اتكلمت ده شفتوني وانا بعمل الفيديو امبارح على البشره بتاعتي، ان انا بحطه قبل ما انام. سلاسيليك اسيد مع كليكوليك اسيد بيساعد ان البشره تكون موحده، ما فيهاش اي مشاكل ولا اثار حبوب ولا في اي حاجه بيعمل على تقشير البشره. عندك بقى رؤوس سوداء، عندك رؤوس بيضاء، عندك حاجه تحت الجلد، عندك حبوب تحت الجلد، هو ده المعجزه، ده هيطلعها وهيخفيها، وبصي مش هيخليها ليها اثر. في حاجه، انا كل اسبوع بعمل ماسك ترطيب لبشرتي، فاللي عايز يتفرج على ماسك الترطيب سايبه لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، تروحوا تتفرجوا عليه. انا كنت عامله ماسك الترطيب بتاع انزيتي، كنت اول مره اجربه وحبيته جدا جدا، ومن ساعتها بعمله حرفيا كل اسبوع. تاني ماسك انا كنت بعمله على طول وما بعرفش ابطله، هو بتاع لوريال. بصوا انا مخلصه، فاضل كميه صغنونه اهي، تمام. كل اسبوع هو بيقولك حطيه على وشك ماسك كده، طبقه تخينه شويه، ممكن تنامي بيه وتصحي تاني يوم مفيش مشاكل. بس انا بحطه لمده ساعتين قبل ما انام، وبعد كده بشيل الزيادات، ووشي يبقى اساسا في كريم، بس انا بشيل الزياده كده وبخلي وشي كده يعني يتنفس. طبعا زي ما هم كاتبين عليه تحطيه وتنامي، لا بحط شويه كده واشيل الزياده وانام. عايزه اقول حاجه مهمه قوي قوي قوي، لازم كل ده هيساعد بعض، لازم تستعملي كل ده، لازم تحافظي على بشرتك من الشمس. انا اتكلمت على كريمات الشمس وجميع انواع كريمات الشمس بكل الاسعار، بس اسعار قليله، مصري حلوه جدا، ليها كريم شمس. هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، ودي صورته لازم تروحوا تشوفوه، لان طبعا كل الحاجات اللي قلنا عليها دي من غير كريم الشمس انت ما عملتيش اي حاجه، ولا ليه اي لازمه تعملي الروتين. لازم كريم حمايه من الشمس، تستعملي المنتجات. واشوفكم بقى على خير الفيديو جاي. ما تنسوش تعملي لايك الفيديو، اشتراك في القناه، وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، وهستناكي الفيديو الجاي. باي باي.